عندنا السؤال اللي بعده. طبعا كل تلميذ له 5 أسئلة مثل ما قلنا. هنا عندنا يحسب هنا يشوف لي النمط. هنا طيارة سيارة طيارة سيارة، شنو يجي وراها؟ يقول لي مثلا طيارة. ما حاجة يرسمها هاي لأن الرسمة صعبة عليهم، بس يقول لي هنا راح تكون طيارة. زين، 3 زائد 4 هذا الجمع العمودي. هنا عندنا 3 مصاصات وردية و4 مصاصات سمائية. يجمعهن 3 وأحط وياها 4، يقول 3 4 5 6 7، ويكتب الناتج هنا في الأسفل في المربع باستخدام قلم السبورة. هي هاي باعتبارها سبورات صغيرة. زين، هنا 5 ناقص 2 5. عندنا 5 كاب كيك. شلنا من أكلنا من عندهن 2، ايش قد بقى؟ يحسب الباقي ويكتبه هنا بالمربع. تمام. هنا عندنا 13 أكبر أو أصغر من 15. قلنا أول خطوة شو نسويها حتى نعرف نحسب عدد المراتب؟ هاي 1 2، هاي مرتبتين، وهاي 1 2، هاي أيضا مرتبتين. الخطوة اللي بعدها شو نسوي؟ نجي لمرتبة العشرات، نقارن مرتبة العشرات نشوف فيها الأكبر، لأن العشرات هي الأكبر، هي اللي تقرر الرقم الأكبر أو الأصغر. فنجي هنا 1 وهنا 1، إذا مساويات. وين نروح إذا مساويات؟ نروح لمرتبة الآحاد. هنا 3 وهنا 5، يا الأكبر 3 لو 5؟ 5 أكبر، ونقول 13 أصغر من العدد 15، ونرسم علامة الأكبر فاتحة حلقة على العدد الأكبر اللي هو 15. التمرين اللي بعده 5 زائد 2. 5 زائد 2، عندي هنا 5 أقلام، ضفتون وياهن 2، فنقول 5 6 7، ورأسة يستخرج الناتج ويكتبه داخل المربع. هسه مثلا عندنا هذا السؤال، تحسب عدد الطيور اللي هي البومة، تحسب ايش قد عددهم. يحسب التلميذ وراح يكتب بقلم السبورة على هنا بداخل المربع. هنا 19 زائد 0. احنا قلنا إذا عندنا الأعداد كبيرة ما نقدر نستخدم الإيد، فش نقول 19 داخل القلب، نخلي بقلبنا 19. وهنا بالإيد احنا عندنا 0، إذا هاي الإيد المكموشة هي تمثل الصفر. إذا 19 كل شي ما أحط وياها ايش قد يكون الناتج؟ يبقى الناتج نفسه 19. هنا 8 ناقص 6. هنا عندنا كم سمكة؟ 8 سمكات. شلنا من عندهن 6، هاي مشطوبات 6، يعني كل شي مجهزته إلهم أنا. شلنا هذن الستة، ايش قد باقي؟ باقي سمكتين، فيكتب هنا العدد 2. هذا المربع هو لكتابة الناتج. تمام. نيجي للسؤال الرابع، قول 7 أصغر أو أكبر من 18. إحنا قلنا من نريد نقارن الأكبر والأصغر شو نسوي؟ أول ما نبدي نحسب عدد المراتب. هذه مرتبة واحدة وهذه مرتبتين، إذا شي طبيعي أبو المرتبتين أكبر. إذا نقول 7 أصغر من 18، ونرسم علامة الأكبر فاتحة حلقة على الرقم الأكبر. زين، نيجي هنا الجمع بمكونات العدد 10، أيضا موفرت له، يعني موفرت له وسيلة يحسبهن عناصر، وأيضا موفرت له التخطيط جاهز. فيقول أنا شنو أجمع عنه وينطيني ناتج 10؟ عندنا هو أنا مخليت له 6 و4، إيش قد ينطينا؟ ينطينا 10. بعدين هاي 10 أجمعها ويا 2 ويا 2 يصير 12. يقدر أيضا يستخدم هاي الرموز الخالته أنا ويحسبها. هنا 6، هنا 2، هنا 4. يحسب 6 7 8 9 10 11 12، ويطلع الناتج 12. في هذا مجموعة الأسئلة هنا إكمال العدد 1 2، شنو يجي وراها؟ 3 4. هنا 2 زائد 4، عندك بالأصبع بهذا الإيد أصبعين، وهنا 4 أصابع. يجمع أو يحسب عدد الأصابع ويطلع الناتج 6. أيضا هنا عندنا هذا التمرين الرابع اللي هو شو يقول؟ 15 أكبر أو أصغر من 15. العددين مساويات. إذا أريد يتخذ الطريقة مالتنا اللي هو يحسب عدد المراتب، هنا 2 وهنا 2، يروح للعشرات هنا 1 وهنا 1 مساويات، يروح للآحاد هنا 5 وهنا 5 مساويات. إذا العددين نخلي لهم علامة اللي يساوي لأنهم مساويين بالقيمة. هنا 9 زائد 1. هنا نحسب عدد المحايات اللي هي 9
ونريد نخلي لها واحد إضافة، فيقول 9 يجي ورا 9 10. يقدر يستخدم أصابع اليد، يقدر يستخدم العناصر الموجودة، وأيضا يكتبه في هذا المربع. تلميذات العزيزات، نجي هنا لهذه الصفحة المخصصة أيضا للتلميذ، 5 أسئلة. هنا عندنا نمط وردة فراشة وردة فراشة وردة، إذا نيجي وراها فراشة. هنا 12 زائد 7، عندنا في هذه القارورة 12 فراشة، وهذه القارورة 7 فراشات. يجمع التلميذ يقول 12، احنا معلمينهم يعني يبدأ من العدد الكبير 12 ويبدي يحسب 13 14 15 16 17 18 19، ويكتب هنا العدد 19. 8 ناقص 4، عندي 8 تفاحات، أكلت من عندهن 4، هاي التفاحات الماكولة، أكلت من عندهن 4. إيش قد باقي عندنا؟ باقي عندنا 4، ويكتب العدد في هذا المربع. هنا نفس الحالة 18 أكبر أو أصغر، راح يشوف التلميذ إنهن مساويات أو مشابهات، فيخلي علامة اليساوي. هنا 5 زائد 9، هنا نحاول نستخرج القيمة المفقودة. 5 زائد 9 زائد مربع فارغ يساوي لنا 9. عندنا هنا 5 9 من الأشجار، نعزل 5، إذا الباقي هو العدد اللي نخليه في هذا المربع، يعني 5 زائد 4 يساوي لنا 9. راح أقدر أشرح لكم كل التدريبات أو كل المراجعة. هنا عندك 6 زائد مربع فارغ يساوي لنا 8. نجي نقول عندنا 6 نحلات، إيش قد نخلي وياهن يصير 8؟ نحسب إلى أن نوصل للعدد 8. نقول 6 7 8، إذا خلينا وياهم 2، ويستخدم أصابع اليد أو يستخدم العناصر الموجودة. هنا عندنا الأصغر والأكبر. شوفوا هنا عندنا قلنا أول فقرة شنو؟ نحسب المراتب. فهنا عندنا هذه المرتبة 1 وهذه مرتبتين. شي طبيعي المرتبتين هي أكبر من المرتبة 1، فنقول 7 أصغر من 10. الأشياء يعني ما متكررة أو يعني أخذ لكم بعض التمارين. هنا عندنا 7 زائد 3 تساوي. شلون أطلع بالعد إلى الوراء إذا كان ناقص، والعد إلى الأمام إذا كان زائد. يعني 7 إذا أخلي وياها 3 إيش قد تصير؟ فشنو يجي؟ هذا عندنا المربعات، هذه عندنا المربعات. نكتب هنا شنو يجي ورا 7؟ يجي 8 9 10. إذا الناتج 7 زائد 3 هو العدد 10. بكل سهولة يعني أحسب. أنا عندي مربعات، هنا 7 نكمل على 7 8 9 10، إذا العدد 10. 7 زائد 3 يساوي لنا 10. هنا نفس الشي 13 زائد 3 13 14 15 16، إذا الناتج هو 16. هنا هذا التدريب 15 زائد 4، هنا عندنا 5 10 15، هاي صار 15. نخلي وياهن 4 ألوان فرد، راح يصير العدد 19. يحسب التلميذ ويطلع الناتج 19. هنا السابق والتالي وبين العددين، أما نعطيه السابق وهو يكمل اللاحق، أو نعطيه اللاحق وهو يكمل، أو نعطيه بين العددين. فهسه احنا منطينا بين العددين، نريد العدد السابق ونريد العدد التالي. فيجي يقول قبل الخمسة شنو أكو؟ 4، إذا العدد 14. بعد الخمسة شنو يجي؟ 6، إذا العدد 16. يعني العشرات نفسها اللي يتغير هي مرتبة الآحاد، أو هو حافظة تلقائيا بالتسلسل، فيقول 14 15 16، إذا نخلي هنا 14 وهنا 16. هسه هنا طالب من عنده العدد التالي، يعني ما يريد العدد هذا، فنكتب له العدد وهو يكتب العدد التالي. هنا عندنا 15 زائد 2، فنقول 15 يجي وراها 16 17، إذا الناتج 17. هنا عندنا 7 زائد 3، يختار من هذه الأعداد عدد يكون هو الناتج مال هذه المسألة. فنقول 17. نكمل التلميذ 7 يكمل وراها 8 9 10، إذا العدد 10 يخلي عليه دائرة ويكتب العدد 10 في هذا المربع، إذا هو الناتج الصحيح.
هنا 13 زائد 5، الرقم 13 كبير فنقول له خليه بقلبك وكمل عليه 5 أصابع، 5 أصابع، فراح يطلع الناتج. إيش قد راح نقول 13 14 15 16 17 18. يكتب هنا في هذا المربع 18. إن شاء الله الامتحان سهل وكل التدريبات بسيطة وحلوة ومسلية، وأيضا راح احنا يعني نمتص خوفهم من خلال الألعاب والوسائل اللي راح نعرضها لهم بالاختبار. ما يتوقف على الأسئلة، راح نعطيهم أعداد مغناطيسية، نعطيهم فد يعني هذا النمط نعطيهم على أشكال مغناطيس تلزق على السبورة ويرتبون النمط، فراح يكون الامتحان مسلي وكأنه يعني يوم عادي. هنا عندنا 7 ناقص 2. أيضا إن هنا أكو أعداد، فيختار هو الناتج يخلي عليه دائرة وبعدين يكتبه داخل المربع.